انت مجنونه وزير حلو ولا ايه؟ خلي بالك من جوزك. هو ايه ده اصفر كموني؟ يا ايه ده، دي دايبه خالص. ما تبص يا حبيبي. بصوا يا جماعه، وزير حلو عامل منتج جديد اسمه ايه؟ اسمه العاصفه. راح جيب لبن عمله هو بالظبط، بس سماه بقى ايه؟ الفتاكه. مش عارف ايه موضوع التقليد ده يا جدعان، ده بيعمل منتج ده بيقلده، وده بيعمل منتج ده بيقلده. الموضوع الصراحه بقى مستفز شويه ان الاتنين بقوا كوبي بيست من بعض حرفيا. انت لو هتدخل وزير حلو فانت هتلاقي كل حاجه موجوده في بلبن عنده، والعكس لو تدخل برضو بلبن اي حاجه موجوده عند وزير حلو فهو ايه؟ هتلاقيها عند بلبن بمسميات مختلفه، وممكن تبقى نفس الاسم. يعني مفيش بجاح اكتر من كده. بس باختلاف بقى ايه؟ اللون. يعني لا يا جدعان، في اختلاف الصراحه، اختلاف اللون. ده لونه ازرق، ده لونه تحسه ايه؟ ازرق برضه. يعني برضه انت تحسه لبني شويه. مفيش اي فرق ما بينهم يا جدعان في الباكجنج والبراند. طبعا احنا مش هنتكلم عن كل ده، احنا هنتكلم بس عن المنتج الجديد اللي هو الفتاكه من بلبن، واسمه العاصفه. ايه العاصفه ده؟ يعني ايه عاصفه؟ مش المهم. تعالوا نطلع اول حاجه. تعالوا نبدا بمين؟ بلابن. تاني. ده بالتاني. ايوه تعالوا نبدأ بلبن. نشيل وزير الحلو على جنب. احنا هنشوف مين الأحلى الصراحة، وهل اللي اخترعها هو اللي هيطلع حلو فيها، ولا اللي اخترعها يعني يستاهل حد يقلد عشان يعمل أحلى منه. فاهمين انتوا الفكر ده؟ تعالوا نشوف. نشيل بس ايه؟ وزير الحلو على جنب. يعني مش عايز بيكون تشيز بس ولما منزلها على صفاته هيعملها. بجد والله. وهو التاني نزلها الاول بس بلبن اللي عارضها وقال في مكونات ادي اخرة السرقة، طلع بلبن هو المسروق مش وزير الحلو. تعالوا نشوف الفتاكة من بلبن. بص ده شكلها. الصراحة شكلها جامد. يعني هم عاملين لها كده باكينج مخصوص. الصراحة الباكينج حلو، الفونت بتاع الاسم حلو الصراحة. يعني الباكجينج حلو جميل الصراحة. بص شكله. نفتح الفتاكة. عايز اقول لكم انا حاسس الفترة اللي جاية دول هيعملوا منتج جديد هيسموه المفتري. ايه ده؟ دي صغيرة جدا، دي صغيرة جدا. احنا طلبناها بيستاشيو، بيطلع عليها بيستاشيو، صوص بيستاشيو كده، مش بتطلع لوحدها. بس حجمها صغير قوي. لا لا، ايه ده؟ ايه ده؟ دي في الاعلانات يا جدعان بشوفها قد كده، صح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تحسها بالظبط شبه اللي هم عملوها للتشيز تشيزو بوم. بوم. التشيزي بوم. بص شكلها عامل ازاي. هو المفروض خد ال... ده. اه لا 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 لا. المشكله ان في صوص. لا كسر جامد. في صوص يا ابني، ما بيتكسرش على الصوص. كنا بص هنعمل واحده قنبله. لا 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 بس لا. بص بقى، هي عامله 100 جنيه بس لازم عشان تطلبها لازم تعمل معاها اكسترا صوص. اكسترا صوص اقل حاجه ب 15 جنيه. طلبنا بيستاشيو ب 15 جنيه. يعني التوتال كله ب 115 جنيه من غير طبعا التوصيل. بص بقى، دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى لوتس بلجيكي مع بسكوت اللوتس مع الزبده الفرنسيه مع تشيزي فيلادلفيا، وعليها راسبيري وطبقه بسكوت لوتس المفروض. تعالوا نشوف. تعالوا نفتحها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا بلبن؟ يا ايه ده؟ دي دايبه خالص. هو ايه ده؟ شكلها عامل ازاي؟ بصوا بقى، هي دي واخده تشيز فيلادلفيا، واخده كمان راسبيري. المفروض ان اللي بره ده بسكوت، هو شكل لوتس فعلا. تعالوا نجرب كده الميكسات دي كلها مع بعض. انا كنت مبطل سكر يا جدعان، ليه رجعتوني؟ بسم الله. ايه ده؟ دي تشيز كيك. انا باكل تشيز كيك حرفيا. سكرها مظبوط. هي السكر مظبوطه، بس الصوص اللي من بره ده مخليها وحشه جدا. هي لوحدها كده متكامله اصلا، مش محتاجه اي صوص. حرفيا باكل تشيز كيك. عارفين انتوا طبقه البسكوت اللي بتبقى من تحت بتاعت التشيز كيك اللي بيبقى فوقيها الجبنه؟ هي بالظبط هي طبقه بسكوت، بس مش طبقه بسكوت من تحت، هي طبقه بسكوت مغلفاها كده كلها، ومن جوه تشيز فيلادلفيا وراسبيري، او بقى يعني بالتشيز كيك شبه. شوف انت بتطلب التشيز كيك ايه وهتلاقي دي شبهها بالظبط. حرفيا هي تشيز كيك. بسم الله. انا باكل تشيز كيك بس بشكل مختلف. تعالوا نجرب بقى كده اللي بالبيستاشيو. واو. يا غير، انا بيستاشيو الصراحه خايف على نفسي من السكر. تخيل كده بقى ان انت بتاكل تشيز كيك بالبيستاشيو. بسم الله. البيستاشيو مخليها سكر اوفر قوي، مبوخه الصراحه. هي لوحدها كده من غير بيستاشيو خطيره. يلا بقى يا جدعان على وزير الحلو. ترارا. بصوا بقى، احنا لقينا عند وزير الحلو غير العاصفه الجديده اللي هو عاملها او اللي سرقها الاتنين واحد. لقينا بقى عامل يا جدعان حاجه اسمها سبونج بوب. انا هو ايه ده اصفر كموني؟ بص انا ما اعرفش ايه سبونج بوب ده اللي هو عامله، بس انا لقيته هو ما اعلنش عنه وتقريبا مش نازل على الصفحه فجبناه اهو. بصوا ده سبونج بوب. بوب بوب اصفر. جبنا بقى كمان 3 ريميكال صوص كده، واحده لوتس، واحده غباءة الدنيا دي. واحده بيستاشيو،
وواحده كمان شوكليت. اللوتس ده يا جدعان بيقولوا ان هو لوتس مش عادي، ده لوتس بلجيكي. شوف. وجبنا بقى كمان العاصفه. ايه ده؟ لا مش العاصفه، الماتيلدا كيك. هي دي المفروض العاصفه بس جايه في باكج الماتيلدا كيك. مش فاهم مسمينا بقى ايه، الاويزو كيك. الله عليك. وشويه معالق محترمه. يلا بينا على السريع. تعالوا نبدا اول حاجه بالسبونج بوب. بص بقى دي شكل سبونج بوب. تعالوا بس نفكها. هو تقريبا الغطا مش قافل. انا حاسسها كشري قوي في نفسها مش عارف ليه. تعالوا نفتح برضو دي مع بعض. انا اخر حاجه اتوقعها بجد ان هم يطلعوها في الباكج ده. يعني انا اصلا عارف ان الباكج بتاعهم شكل ضرب نار وعاصفه ومش عارف ايه واعصار والدنيا حر والجو ساقع. ده صورة وش راجل تخين. ان صوره طفل بياكل شوكليت. دي بتاعت الماتيلدا كيك. مش هنفتح دلوقتي، هنفتح دي دلوقتي. بص شكلها. سبونج بوب ده يا جدعان ده منتج سري وزير حلو عامله. شكله ايه، مستني يعمل بيه كامبين يعني وكده. بص شكله عامل ازاي. في منه نوع واحد وهو المانجا. مش عارف ايه ده بقى. هو مانجا عشان اصفر وسبونج. هو مانجا عشان سبونج بوب. بص شكله. حاطين عليه بقى صورة سبونج بوب واسمه بقى سبونج بوب وسبونج بوب سكوير بانس. فاكرين انتوا يا جماعه الكرتون ده يا جدعان كان جميل جدا. كان ايام لا مبالاه. يلا بينا نجرب. بص انا عايز اعرف ده عباره عن ايه اصلا. هو ايه اللي تحت ده؟ ده فوم ده ولا ايه؟ ايه ده؟ ده كشري. كشري؟ لا يا ابني. بص هي كلها حاجه واحده بس مسميات مختلفه. مش فاهم حاجه. بص طلع هي باين عليها غرقانه كريمه. ده ايه ده بقى ده؟ ايه ده؟ دي مانجا. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ دي مانجا؟ كل دي مانجا؟ ايه ده؟ بص هي غرقانه في الكريمه دي. مش عارف دي ايه دي اصلا. بسم الله. بصوا هي طبقه كريم شانتيه فوقيها كيك فوقيها كريم شانتيه فوقيها كريم شانتيه فوقيها كريم شانتيه لحد ما قالت يا بس فوقيها مانجا. حاسس بطعم حجازيه. ايه احلى حاجه الصراحه المانجا. بص دي هتقرمش في بقي. بص المانجات دي الصراحه ما اكدبش عليكم ده اوحش منتج انا جربته في حياتي. المانجا اللي على الوش بس اللي حلو. في قطع مانجا تحت هي حرفيا اقول لكم ايه، هي قلقاس. عسل. هي قلقاس. بصوا هو مش ده المنتج الاساسي اللي احنا جايين نقيمه. نقفل. وسبونج بوب انا كرهت ذكريات سبونج بوب وكرهت سبونج بوب يوم ما عرفته. كان في ذكريات جميله انا كرهتها. يلا على الماتيلدا كيك. ماتيلدا كيك يلا يخرب بيتكم. ده دي اللي هي العاصفه جايه في باكجنج ماتيلدا كيك. بسم الله. نعم. اوه. هو ايه بس؟ بص بيقول لك ايه، خلي بالك من جوزك. خلي بالك من جوزك. ايه الهبل ده؟ ايه ده؟ انت مجنون يا وزير حلو ولا ايه؟ ايه الهبل ده؟ ده قرص فلافل ده ولا ايه؟ ده قرص طعميه اهو. ده قرص طعميه. باين عليكم انه سمنة ايه؟ سامع ايه ده؟ زيت شورت. عاصفة ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ايه ده؟ تعال نجربها كده واحدة. ثانية واحدة. احنا كده فصلناها بالشاكوش. الشاكوش ده بتاع رمضان. ايه ده؟ انا عايز افتح النص. هي نفس المكونات المفروض من بره. انا مش شايف حاجه انا عارف. بص هي المفروض طبقه بسكوت لوتس عليها تشيزي فيلادلفيا وعليها بقى راسبيري. هو فين الراسبيري بقى ده؟ معرفش. تعال ندوق دي. فانيليا. انا عايز افهم ايه موضوع خلي بالك من جوزك وغمزه وحركات دي. وزير حلو مش بحبها. ما تعملش كده تاني. بسم الله. والله العظيم بالظبط شبه الحشو اللي بيبقى الحجازيه. تحسه سميد مع قرفه. ايه ده؟ دوق. انا معايا معاك. الطبقه اللي بره دي هي مالهاش اي علاقه باللوتس بس هي واخده سمنه كتير وبتقرمش قوي. حجازيه ولا لا؟ ايوه والله. دوق. ايه المعلم التاني بالمعلقه واحد وطالع معلقة. وطالع. اوه. اه والله ايه الهبل ده يا جدعان؟ هو انتوا الحاجه القديمه بتعملوها على اساس ان هي حاجه جديده؟ يعني هي كل الحاجات اللي موجوده زمان هي اتعملت تاني بس بشكل جديد وبسمنه جديد. يقول لك قرص بالنوتيلا. بعد كده يعملوا حاجه زي بالنوتيلا ويقول لك اختراع جديد. تعالوا بس نجرب الصوصات. انا يا ريتني ما عملت اكسترا صوصات. يا ريتني والله. هم قالوا لنا ده لوتس بلجيكي مش لوتس عادي. موضوع البلاد ده بقى سهل. يعني اي حد يعمل اي حاجه يقول لك ايه ده دي امريكي دي بلجيكي دي هندي. فاهم؟ بس بلجيكا ايه معروفه بالشوكولاته بتاعتها موت. جديد عليا اللوتس البلجيكي. انا اعرف الشوكولاته البلجيكي بيقول لون البيستاشيو غريب قوي. اخضر وده لوني. ما هو بقى سبونج بوب كان ساعتها قصده ايه؟ انا سبونج بوب اخضر وده لوني. هو قال زي ما يقول بقى. يلا دي الفتاكه. بص لازم تفتكها كده. بسم الله. هي اصلا الطبقه اللي بره مش عارف تسميه دي ولا ايه دي مسكره لدرجه اوفر. فانت بتعمل عليها كسر بيستاشيو فانت بتموت نفسك ومفيش طعم حاجه. هو طعم سكر. انا عايز اجرب الجبنه اللي جوه دي اللي هي التشيز فيلادلفيا مع الراسبيري. بطني وجعتني.
بصوا هو اللي جوه ده فوم مش فيلادلفيا، بس ده راسبيري، يعني راسبيري حلو، لكن التشيز فيلادلفيا دي هي دي مش تشيز فيلادلفيا، هو ده فوم. جرب اللوتس طيب. لا مش هقدر، معدتي قلبت، حاسس ان انا عكيت قوي. يعني هتلغي؟ انا هلغي رحلتي، حاسس ان انا جربت سكريات كتير جدا. بس هو غريب موضوع الوزير حلو ده، من الحاجات اللي غريبه اللي بيقدمها الفتره دي. هو ما بقاش فيه منتج، حرفيا ما بقاش فيه منتج قايم بيقدمه، كده هو بيقلد تعليق اعمى. هو بيعمل شكل بس. انا اصلا كنت بحب وزير حلو، بس حاسس انها احنا مش بننتقده، بس هو لو يقدم كواليتي احسن هيبقى احلى بكتير. حاسس ان انا ابتديت اتضايق منه حرام الفلوس دي برضو بتروح على الارض. مش مبسوط نهائي، مفيش اي حاجه بسيطه. حاسس ان انا عكيت قوي ولخبطت قوي، مش قادر. وبس كده يا جماعه، دي بقى كانت مقارنه بسيطه كده بين العاصفه من وزير حلو والفتاكه من بلبن. الصراحه طبعا مش محتاج اقول لكم مين اللي طلع احلى من التاني. وزير حلو دي تقريبا عامله 95 جنيه من غير طبعا اضافات، ب 23 جنيه كل اضافه اهي بتعملها. وبس كده يا جماعه، لو لسه بقى ما عملتش لايك يعمل لايك للقناه، واعمل سبسكرايب، واعمل بقى كومنت كده عشان تشجعنا نكمل. قول لنا بقى لو جربت اي حاجه من دول ايه رايك فيها بامانه، قول لي ايه اللي عجبك يعني. وبس كده يا جماعه، استناكم تكتبوا لي افكار تانية كده نعملها سوا. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، السلام.